السلام عليكم كل متابعينا ومشاهدينا. راح ندخل طول كما نقولوا. خصصنا هذه الحلقة الحلقة إلى الفقرة في الفرنسي، الكونتروندي. يعني الناس تعاني كثيرا في الفقرة تاع الفرنسي، ما يفهمولهاش وما يكتبوهاش وما يديروهاش. كاين اللي يسمع بالكونتروندي وكاين اللي ما يسمعش به. هذه واحد من النقاط التي تستنزف في البكالوريا. يعني الواحد كون يفهم يدي 6 نقاط تاعو مضمون. جماعة لا تسمع بيها ومش فاهمة كل. يعني الكونتروندي هذا شنو عبارة عن واش؟ عبارة عن تقرير. يعني يجيك في الفقرة يقولك هات لي الكونتروندي تاع هذا التكست، يعني هذا تاع هذا النص. يعني عبارة معناه قالك هات لي تقرير، هات لي تقرير هذا النص. مثلا كيما نقولوا مثلا انت رحت الماتش، شفت الماتش صاحبك ما شافوش، بعد يقول لك ربي يقول لي واش صرا في هذا الماتش. انت تبدا تقول له واش داروا، ام دكوا بيت ام ما دكوش ام مدوا بطاقه حمراء. هذا واش راك دير؟ راك تعطيه في ملخص ولا تعطيه تقرير تاع المباراة. هكا الكونترون كيقول. معناه تجيب له تقرير تاع شكلوه تاع النص. يعني هذا الكونترون عنده 3 حوايج. عنده المقدمة، العرض، والخاتم. كما المقالة: مقدمة، عرض، خاتم. يعني لازم نبدوها كما احنا نقولوا. المقدمة ياك لازم 4 حوايج. بعد تبدأ عليها النقطة كما احنا نقولوا، تكتب عنوان النص والمصدر والكاتب والموضوع تاع النص. يعني هذا مربع إذا كتبتم في المقدمة، النقطة تاع المقدمة راح تديه. العرض كذلك انك تلخص، يا تحط كلمات وبعد تلخص، يا تلخص نص او تعطي تلخص كل فقرة. كل كما نقول ايه كل فقرة، كل فقرة تعطيها فكرة وتلخصها وحدها. والخاتمة انك تخرج بخاتمة اذا كان عندك كما نقولوا عندك مجال كما نقولوا لغوي في الفرنسي. عندك مثلا كما نقولوا لاباز كما نقول. عندك مثلا الكلمات وتقدر تجيب خلاصة من عندك دير. إذا ما عندكش استنتج ولا استعين بذيك تاع النص. معناها هي كيف وكيف معناها في الأخير. مثلا أنت كي تروح له تقول له ها الماتش عندك كوبيتا وما بعد تقول له في الأخير وفاز هذاك الفريق على هذاك الفريق ثاني. هما الخاتمة تاع ذيك هي نفس الخاتمة هذه تاع اللي باغي ديرها أنت. هكا راح نبدو كيفاش دايرة. أول شيء هذه المقدمة. راح تبدأ له تحط له ضمن الكلمات. أما عليكم لا تحفظه، رغم هذا تحفظهم تحطوا واش كاع 6 نقاط. معناها 6 نقاط تدي باث. هذه تبدأ تقول له لو تكست كي اون فيونت دو لا سي انتيتل. معناها وبعد تكتب عنوان نص، تكتب له عنوان نص. وبعد وش تكتب؟ تكتب اكستريت دو. وبعد تكتب مصدر النص. وبعد كي تكتب مصدر النص تكتب أغريت باغ. أغريت باغ أغريت باغ. تكتب اسم كاتب النص. وبعد تحط هذه الكلمة، تحط هذا الكلام. إذا كان قالك اكتب الضمير الذي يشير إلى الكاتب. إذا كان الكاتب غايب فلا داعي لكتابة الجملة. يعني يقصد هذه الكلمة كيسو دوسيجن، هذه باغلة. هذه إذا كان الكاتب كاين حط الضمير واكتب ذي الكلمة. إذا ما كانش ما تكتبهاش. وبعد راح تقول لو تكست اوكس تو تايب. تكتب له ما هو وهذا النص نوعه. تكتب له هيستوري تاريخي مثلا النهضة. وبعد وش تقول له؟ تقول له لافيز كوميونيكاتيف وست انفورماتيف. لو تكست باغل دو. تكتب له موضوع النص هذا على وش يتحدث. يتحدث عن الثورة، يتحدث عن أول نوفمبر، مجازر 8 مايو إلى آخره. وبعد إيسي الكومبوس دو. تحسب له عدد الفقرات، تحسب له عدد الفقرات. واحد جوج شحال فقرة، دو تروا كات سانك إلى غير ذلك. وبعد ننتقل هذه المقدمة كيفاش دايرة. يا العرض. العرض تعطي تكتب هذا الكلام ريسموس لو تكست مش تبان زين ولا راني ناقص في النظر. يا تلخص له النص ولا تعطي لكل فقرة فكرة أساسية. يعني مثلا الفقرة الأولى هاي على وش تتحدث، تعطيك من أقول الفكرة تاعها. الفقرة الثانية هاي وش تتحدث. الفقرة الثالثة هاي وش تتحدث. تكتب له هذا الكلام. يا تكتب مثلا إذا أردت أن تكتب مثلا تلخص نص، تكتب هذا الكلام الأول هذا تيريسموس لو تكست اون بيان. هذه
تلخص نص. إذا ماكش باغي تلخص نص، باغي تعطي لكل فقرة أنا فكرة، تكتب هذا الكلام: دانس لو بغيمور بارتي اون اوتور باغل دو. تكتب في الفقرة الأولى الكاتب يتكلم عن، تعطي وتكلم. بعد ترمينس لوس إدوس، يعني تعطي لكل فقرة فكرة، تعطي لكل فقرة فكرة. وبعد نشوف في الأخير، في الأخير هذه تكتب هذا الكلام. وبعد يا قلت لك كان عاد عندك مثلا المجال، ولا عندك ما نقولوا عندك في راسك كيف احنا نقولوا، اكتب خاتمة من عندك ولا خلاصة من عندك. إذا ما كانش ما عندكش كيما الناس الآخرين، استعين بالخاتمة تاع النص وخلاص. وهذا هو ما عندنا كنا نقولها. وانا قدامكم الفوتو معنا، تعلموا هذا هو كيفاش داير، كيفاش تكتبوه. اللي ما فهمش يسمح لنا، خاطرش هذا ورانا كيف حنا رانا نقدموا لحاجة كم اللي نفهموها رانا نمدوها لكم وخلاص. في الاخير اذا عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك. واذا احتجتوا حاجة حطوها لنا في التعليقات باش نحطوها لكم. في الاخير تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.